أول تعليق من أوسوريو على هزيمة الزمالك اليوم وعلى ركلة الجزاء. المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك أبدى غضبه الشديد من طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشباب السعودي، والتي انتهت بفوز الشباب بهدف للا شيء، حيث تم تسجيل الهدف من ركلة جزاء غير صحيحة أو على أقل تقدير مشكوك في صحتها، وذلك في اللقاء الذي أداره تحكيميا الحكم الليبي عبد الواحد حرويدة. أوسوريو عقب اللقاء أكد أن الفريق السعودي لم يستطع فرض سيطرته على اللقاء، وأن الزمالك كان متحكما في رتم الأداء خلال المباراة، مؤكدا أن الزمالك كان يستخلص الكرة من لاعبي الشباب بصورة سليمة. وأضاف أوسوريو أنه من المحزن احتساب الحكم لركلة جزاء غير صحيحة، وأن هذا الأمر جعل اللقاء متوترا بلا داعي، وأن الحكم كان يتحكم في سير اللقاء بقرارات خاطئة. إلى جانب ركلة الجزاء، قام الحكم بإشهار الإنذارات في وجه لاعبي الزمالك، وهو بلا شك أثر على اللاعبين. أوسوريو تحدث أنه قام بتعديل بعض الأمور في الشوط الثاني، واستطاع من خلالها السيطرة على اللقاء، وكان هناك فرص كثيرة كان من الممكن أن نحرز منها أهداف، على عكس نادي الشباب الذي لم يكن لديه أي فرص. واختتم أوسوريو تصريحاته عقب انتهاء المباراة بأن الزمالك كان يستحق التعادل في هذا اللقاء على أقل تقدير.